بعد خروجه بتدوين على الفيسبوك الدكتور المغربي أحمد الريسوني، وهو عالم الدين والمفكر الإسلامي الذي يعتبر مرجع وركن أساس بمجال مقاصد الشريعة والفكر الإسلامي المعاصر، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أقول وبعد تصريحه بموقفه الداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحرب التي تشن عليها حاليا، لكن الغريب بالأمر نجد خروج أسراب من الذبابة الإلكتروني وبعض المأجورين والمرتدين عن ملتهم بالمغرب للأسف، والذين أصبحوا يلوثون الفضاء الرقمي بالمغرب، وهي الظاهرة البائسة التي لم تعهد بالمغرب ولقرون خلت، والذين يعادون كل ما له صلة بعقيدة المغاربة الإسلام أو رجالته، أو أولئك ممن يرجون أن يرمى لهم من سقط المتاع إلى التهافت من أجل انتقاد الموقف المعتدل للدكتور أحمد الريسوني، والذين تراهم يختبئون وراء ادعاءات باطلة تستعدي الدولة الإيرانية. لكن الصادم أن لا الدكتور والعالم الجليل أحمد الريسوني تنازل ورد عليهم، ولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحملت مشقة الرد عليهم منذ سنين خلت، لأنهم وكما يقول المثل المغربي السماء عالية ومتعالية عن نباح الكلاب. لكن الوزير الأول السابق عبد الإله بن كيران، والمعروف وصاحب التاريخ المشهود بمقارعة قلاع المفسدين وجهابذة معاول الهدم، والذين لا يتركون لا شاردة ولا واردة من أجل السمسرة والارتزاق من كل مناحي الملل والنحل، فقد أجابهم وبما يليق وسافل مقاصدهم. وغتمشيو لمن قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واش بغيتوا تغيروا القرآن؟ غيروه، حيدوا منه شي آيات اللي ما تلاوش عاجبينكم، حيدوا منه هذه الآية هذه، وديروا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا إيران أو بن كيران أو بن إيران، ديروا اللي بغيتيو.